مساء الفل على كل الناس. دايما الاهلي علمنا انه لما بيخسر لقب، ودي بتبقى لحظات قليله الحمد لله يعني، في ضريبه دايما بيدفعها الفرقه اللي بتلاعب النادي الاهلي بعد خساره اي لقب. يعني الاهلي خسر كاس سوبر يوم الجمعه قدام اتحاد العاصمه. كان حظ بقى النادي المصري البورسعيدي ان هو بيلاعب النادي الاهلي مباشره في اول لقاء بعد الخساره، فضريبه لازم يدفعها على طريقه وانا مالي يا ليمبي. فالنادي الاهلي راح مشايل المصري النهارده 4-0 بالراحه، كان ممكن النتيجه تبقى 6 تبقى 7، لكن النادي الاهلي ما كانش عنده طموح انه يزود اكتر من كده. النادي المصري اكتر فريق دعم صفوفه بلعيبه الموسم ده، تقريبا ب 12 13 لعيبه. مستر كامل ابو علي يعني سخي جدا، فتح خزاينه ودعم المصري بلعيبه من الشرق والغرب، من الاسماعيلي ومن بره ومن جوه. ما اتاخرش في دعم بصراحه على النادي المصري. لكن النادي المصري النهارده ما كانش موجود تقريبا في ارض الملعب. يعني احنا الكابتن محمد الشناوي النهارده كان يعني كان ضيف شرف في المباراه، تقريبا ما شفناهوش تقريبا في اللقاء، ولا دفاع النادي الاهلي مره باي اختبار صعب. آه النادي الاهلي النهارده متقسم جزئين. الجزء الدفاعي بتاعه النهارده زي ما قلنا كان ضيف شرف، ما كانش موجود لانه ما تعرضش اي اختبارات. والجزء الهجومي بتاع النادي الاهلي كان ظاهر بشكل ضاري جدا. هجوم النادي الاهلي بقى شرس جدا، من اجنحه لقلب الملعب. يعني انت بتتكلم النهارده النادي الاهلي ما تعرفش الخطر جاي لك منين. اي فرقه ما بقتش عارفه الخطر جاي لها من النادي الاهلي منين بالظبط. النهارده لعيبه النادي الاهلي في الجزء الهجومي بدايه من رضا سليم، احد نجوم اللقاء، صفقه مهمه جدا وصفقه تقيله جدا في النادي الاهلي بصراحه. لعيب عنده كل مميزات اللعيب الشامل، لعيب سريع جدا، بياخد الكرة بيروح بشكل مباشر على المرمى، يا بيسدد وتسديداته قويه ومتقنه، يا اما بيرقص وهو حريف جدا، يا اما بيعمل اوفر وهو اوفراته عاليه جدا. لعيب خطير بشكل مرعب، لعيب يعرف يلبس اي مدافع مشكله، يلبسه في طرد، يلبسه في انذار، يلبسه في فاول. لعيب خطير، لعيب فراك بصراحه يعني لعيب بيزهق اي دفاع. ومرورا بامام عاشور اللي النهارده امتلك قلوب الاهلاويه، عمل 2 اسيست رائعين. الاسيست الاولاني اللي جاي منه الهدف الاولاني بتاع رضا سليم، والاسيست الثاني الرائع الكوره الطوليه اللي عملها لبيرسي تاو ورا خط دفاع النادي المصري، وعمل تصويبه او اتنين. فكان النهارده برضو احد نجوم اللقاء، لعيب ما تاثرش بكل العوامل النفسيه والبقى الشحن والضغط اللي كان عليه قبل اللقاء، منه شكله انه راجل نحس على الاهلي، وانه من ساعه ما لعب في النادي الاهلي خسر وهكذا. اللعيب اثبت انه عنده توازن نفسي كبير، وعرف النهارده ما يتاثرش بكل الضغوط دي، وقدم مستوى رائع. مرورا ببيرسي تاو اللي هو قال ايه، يعني الصفقات الجديده جت تالق وانا موجود، ده انا البابا، انا الكبير. بيرسي تاو لعيب بصراحه خطير جدا، لعيب مرعب، سريع جدا، لعيب كره تحت رجليه بيعرف يتصرف فيها بشكل مرعب، ما بتعرفش تتوقع رد فعله ايه. يعني هيرقصك، هيشوط على طول، هيقطم لجوه، ما تعرفش تتوقعه. فلعيب خطير جدا. وبقت الكرات اللي هي العكس اللي بيعملها دي، اللي بيقطم بيها لجوه ويروح حاططها في الزاويه العكسيه، بقت ماركه مسجله باسم بيرسي تاو. النهارده كريم فؤاد كمان الحمد لله اطمنا عليه بعد غياب 258 او 260 يوم بعد الاصابه اللعينه اللي جات له في رباط الصليب، الحمد لله رجع بالسلامه. وكريم قبل الاصابه كان لعيب مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي، وكان بيثق فيه مستر كولر جدا، وكان على طول موجود في التشكيل الاساسي. ومستر كولر كمان غير باك يمين، لا حطه جناح يمين، بيحاول يستفيد منه باي شكل لانه لعيب رائع. النهارده كريم عشان لعيب كمان سالك وخلوق، ربنا كرمه النهارده الحمد لله في اول مشاركه على طول، من اسيست عالمي من احمد عبد القادر احرز هدف كريم فؤاد. الحمد لله على السلامه يا كريم، ولعيب هيفرق جدا ودعم قوي جدا للناحيه الهجوميه للنادي الاهلي، والدفاعيه كمان انه ممكن يلعب باك يمين عادي جدا. فالنادي الاهلي بقى عنده بدائل كتير قوي في الجزء الامامي، حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم، وعنده لا تشكيله كبيره جدا بسم الله ما شاء الله. يعني مستر كولر في حيره جميله جدا، مبقاش عارف مين ممكن يلعب مكان مين. البدائل عنده خطيره جدا. احنا شفنا النادي الاهلي النهارده جه في اخر الشوط الثاني راح عامل 6 تغييرات فجاه، كلهم كانوا لعيبه اساسيين، من طاهر لقفشه، لعيبه اساسيه كلها، كان لمروان عطيه. فانت بتتكلم الاهلي عنده فرقه جوه وفرقه بره. لعيب الاهلي بقى التدعيمات دي فرقت معاه جدا، وبقى الاهلي عنده فعلا فرقتين، فرقه بره الملعب وفرقه جوه الملعب. النهارده كمان بصراحه جماهير النادي الاهلي كانت رائعه، بتشجع فريقها من الاول للاخر. يعني احنا طبعا العدد في المدرجات مش كبير جدا، لكن احنا حسينا ان الاستاد مليان بسبب صوت جماهير النادي الاهلي اللي ما كلتش ولا ملتش، طول الوقت بتشجع فريقها. مستر كولر النهارده صح اخطاء اللقاء اللي فات باتحاد العاصمه، لعب تشكيل مظبوط، لعب تكتيك مظبوط،
اصلح الاخطاء زي ما قلنا، ان احنا الحمد لله ان احنا نتعلم من الدرس. مش عيب ان احنا نخسر بطوله وسط 20 30 بطوله، لكن العيب ان احنا ما نتعلمش الدرس. ومستر كولر الحمد لله عارفين ان مر باختبارات كانت صعبه جدا، لكن الميزه اللي فيه ان هو بيتعلم بسرعه من الاخطاء اللي حصلت. طبعا مودست النهارده يعني يمكن ما ظهرش في اللقاء خالص، بس هو ليه العذر. مودست بقى له تقريبا 4 شهور ما لعبش في ماتش اساسي، ففجاه كده بتلعبه ولسه فريق ما انسجمش معانا. انا عايز اقول لك ان كولر بيقول تقريبا مودست مش حافظ 3/4 اسامي لعيبه النادي الاهلي، فطبعا محتاج شويه انسجام، محتاج يزود اللياقه البدنيه شويه، لان مودست باين عليه تقيل، حركته تقيله في الملعب يعني. ده طبعا نقص في اللياقه البدنيه. ان شاء الله مع الوقت والمشاركات اللي جايه احنا واثقين ان شاء الله هيبقى صفقه مؤثره جدا في النادي الاهلي مع بقيه زمايله. ان شاء الله النادي الاهلي عنده لقاء في بدايه في الدور 32 قدام سان جورج الاسيوبي يوم الاحد ان شاء الله. دي بدايه المشوار الافريقي بامر الله. ان شاء الله النادي الاهلي يبقى موفق، لانه كمان الحمد لله النادي الاهلي هيلعب ماتش الذهاب والعوده هنا في القاهره. ان شاء الله تبقى بدايه كويسه للنادي الاهلي في طريق الحفاظ على اللقب، وان شاء الله تبقى النجمه ال 12. متشكر، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي دايما من احسن لاحسن، واشوفكم ان شاء الله في اللقاء الجاي. السلام عليكم.